لا، ده يونس اللي كان بيعيط، وانا قلت لها انت شويه وهو شويه. نانسي قالت لي انت الكبير ولازم تراضي اخواتك. وانت تاخدها منها ليه اصلا؟ هي واخوها حرين مع بعض. بطلي عياط يا عاليه، وانا هجيب لك لعبه تانية تلعبي بيها. ده كان حوار دار ما بيني وما بين خال ولادي. هو يبقى خال ولادي وفي نفس الوقت من سنهم، يتيم وعايش معانا، وانا بقى بدل مكسب الثواب لا، حطيت عقلي بعقله. وعلشان نعرف كل الحكاية بينا نحكيها من البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا أمير، متجوز نانسي من حوالي 6 سنين، وعندنا عالية عندها 5 سنين، ويونس 4 سنين. أنا بشتغل محاسب، ونانسي مراتي دي بقى بنت ناس قوي، أهلها ناس مقتدرين، وعندها أخ واحد اسمه علي، ويبقى من سن ولادي، يعني ما بينه وما بين بنتي الكبيرة 2 سنين تقريبا. وحماية توفى من سنة، ووفاته بقى أثرت على صحة حماتي. وفي يوم لما رجعت من الشغل لقيت نانسي بتعيط، وده اللي حصل ما بيننا. مالك يا نانسي بتعيطي كده ليه؟ ماما يا امير، ماما تعبانه قوي ومش مطمنوني عليها خالص، وكل يوم من سوء لأسوأ، قلبي مش مطمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما تغيروا الدكتور يا نانسي، لو يعني مش عارف يشخص حالتها كويس. ما احنا مغيرين كذا دكتور، ويا امير كلهم بيقولوا ان اللي هي فيه ده حالة نفسية من كتر الحزن على بابا الله يرحمه. الله يرحمه. واحنا كلنا هنروح فين يعني؟ لازم تشد حيلها شوية. هقولك ايه بس، ربنا يهون عليها ويشفيها ويعافيها. يا رب يا امير، ده انا حتى من كتر ما لقيتها تعبانة جبت علي معايا اهو يتلهي شوية مع العيال، وهي كمان تعرف تريح. وماله يا حبيبتي. يلا طيب حضري لنا الغدا على بال ما اغير هدومي، وما تقلقيش ان شاء الله تخف وتبقى زي الفل. وفي يوم كانت نانسي عند مامتها، وكانت تعبانة قوي، وعرفت بعد كده ان ده اللي حصل ما بينهم. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامة. ان شاء الله هتخفي يا ماما وهتبقي زي الفل وتفرحي بعلي. الله يسلمك يا حبيبتي، هو علي ده اللي انا شايله همه. انا هأمنك امانه يا نانسي، وهسألك عليها يوم الدين. امانه؟ امانه ايه يا ماما؟ انا كده كده عارفه اني مش مكمله، بس وصيتي ليكي يوم ما يجرالي اي حاجه، علي يبقى معاكي وتربيه وسط ولادك، وهو ميراثه من باباكم ومني انا كمان هيكفيه وزياده. يعني مش هنحمل على جوزك اي مصاريف. اصرفي اصرفي يا حبيبتي على تعليمه وعلى لبسه وعلى تمارينه، ولو عاوزة كمان على أكله وشربه ماشي، ما فيهاش حاجة، كل ده من فلوسه. يا ماما بعد الشر عنك، اللي انت بتقوليه ده بس، ان شاء الله هتخفي وانت اللي هتكبريه. مش وقته، مش وقته يا نانسي الكلام ده. انا قلتلك وصيتي، ويوم القيامة هسألك عليها، وانا عارفة انك حنينة يا حبيبتي وهتعرفي تراعيه، وهو ملوش غيرك في الدنيا كلها. ربنا يهديكم لبعض ويعينك على الأمانة دي. اوعديني، طمنيني يا نانسي. حاضر يا ماما، حاضر، من عينيا، اوعدك. وبعد اللي حصل ده ما كملش شهر الا وحماتي كانت اتوفت، وكأنها رافضة تعيش في الدنيا دي كلها من بعد حماية. وطبعا نانسي منهارة. وبعد ما خلصنا العزا في بيت مامتها وباباها، ده اللي حصل ما بيننا. شدي حيلك يا حبيبتي، الله يرحمهم ويسامحهم ويجمعنا بيهم على خير. يا رب يا أمير، ويرحم أمواتنا جميعا. هي يا حبيبتي بقى، هتروحي معايا ولا هتعملي ايه؟
لا، مش هينفع النهارده يا امير. انا لازم ابقى هنا ال3 ايام بتوع العزا، علشان يعني البيت ما يتقفلش. بس ان شاء الله يعدوا ال3 ايام دول واروح انا وعلي يكون معايا. تمام يا حبيبتي، على خير ان شاء الله. اعذرني يا امير، بس دي وصية ماما، ان علي يفضل معايا واصرف عليه من ورثه، وهو سنه من سن ولادنا وهيكبروا مع بعض، وهم كمان متعلقين ببعض قوي وبيحبوا بعض جدا. حتى لو كانت ماما ما وصتنيش، انا عمري ما كنت اقدر اتخلى عنه ابدا. عادي يا حبيبتي، في ايه بس؟ اللي انت بتقوليه ده اللي انت عاوزاه اعمليه. تخلص ايام العزا على خير وهعدي اخدك انت وعلي ان شاء الله. بصراحة يا جماعة انا كنت متقبل الموضوع عادي، هو فعلا من سن ولادنا ودي وصية مامتها، وحتى من غير مامتها ما توصي هو فعلا ملهوش غير اخته، فكان طبيعي انه يعيش معانا في حضن نانسي. وخلصت ايام العزا ورحت اخدها هي وعلي وروحنا على البيت. بس بعد كده بقى مش عارف ايه اللي جرالي. في يوم رجعت من الشغل ولقيت الولاد بيتخانقوا، وده اللي حصل. في ايه بس يا ولاد؟ خير، مالكم؟ علي اخد لعبتي واداها ليونس ومش راضي يديها لي. لا، ده يونس اللي كان بيعيط، وانا قلت لها انت شويه وهو شويه. نانسي قالت لي انت الكبير ولازم تراضي اخواتك. وانت تاخدها منها ليه اصلا؟ هي واخوها حرين مع بعض. بطلي عياط يا عالية، وانا هجيب لك لعبة تانية تلعبي بيها. وخرجت نانسي من المطبخ على صوتنا، وده اللي حصل وقتها. علي حبيبي، خد اخواتك وادخلوا اوضتكم، العبوا جوه على ما احضر الغدا. حاضر يا نانسي. يلا يا عالية ما تعيطيش، انا هجيب لك اللعبة من يونس علشان الشوية بتوعه خلصوا خلاص. يلا بينا يا يونس. ولما دخلوا الولاد على اوضهم، ده اللي حصل ما بيني وما بين نانسي. انا سمعتك يا امير، يعني بدل ما تشخط فيه المفروض تقوله برافو عليك انك بتراضي اخواتك وتكافئه كمان، مش تقوله هم اخوات مع بعض وانت مالكش دعوة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انت مش سامعة البنت كانت بتعيط ازاي؟ كنت اعمل ايه يعني؟ تعمل الصح يا امير، دخلهم، مش طفل انا جايباه من الشارع وحطيته في وسط ولادنا. لا، ما ينفعش طريقتك دي تبقى كده معاه. انا بربيهم كلهم زي بعض علشان يتعلموا. تعلمهم ايه؟ ده انت بتقوله قدامهم دول اخوات مع بعض، يعني انت عاوزه يحس انه منبوذ وسطيهم، وكل ده يأثر في نفسيته في الاخر. يوه، نفسيته. والمفروض كنت اعمل ايه؟ اكافئه طبعا. كل دي التربية الايجابية اللي انت مصدعاني بيها، دي بقت فعلا عيشة تزهق يا شيخة. وعدت وفاتت الايام وانا من جوايا في حاجة مش متقبلة وجوده معانا. وجينا بقى قربنا من العيد، وده اللي حصل ما بيني وما بين نانسي. ها، هتنزل تجيب معايا هدوم الولاد ولا هتديني فلوس واجيب لهم انا؟ ايه ده؟ هو انت ما جبتلهمش مع علي؟ انت امبارح مفرجاني على الهدوم اللي انت جايباها لعلي، ما جبتلهمش ليه؟ هو انت عطيت لي حاجه علشان اجيب لهم؟ علي انا جبت له بفلوسه. جايبه له الهدوم الغاليه دي كلها وما جبتيش لولادك حاجه؟ يا سيدي هات وانا اجيب لهم زيه بالظبط، وغالي برضو كده. انا سحبت امبارح الفوايد بتاعت علي ودفعت له باقي مصاريف المدرسه وجبت له الهدوم العيد. بصراحه اتضايقت منها جدا، دي جايبه له طقمين بمبلغ وقدره يكفي هدوم العيد ليه والتلاته معاه. ونزلت من البيت وقابلت احمد اخويا وكمان هيثم صاحبي، ولما قعدت افضفض معاهم ده اللي حصل ما بيننا. بصراحه اللي انت بتحكيه ده يضايق بجد. يعني هو قاعد في بيتك وواكل وشارب ونايم من رزقك انت ورزق عيالك، وهي تعمل كده؟ ده اسمه كلام ده؟ هو انا يعني اقدر اتكلم في حوارات الاكل دي؟ وحتى لو اتكلمت هتقول لي برضه هجيب له اكل من فلوس ورثه. وايه المشكله انها تحط من الفلوس دي في البيت وتساعد جوزها وتفك على اولادها شويه؟ اما فعلا دي حاجه غريبه جدا. ايه يا جماعه، استهدوا بالله كده. هو ايه العك اللي انتوا بتقولوه ده؟ اتقوا الله، ده طفل يتيم. يعني انت يا امير
يلي مش عاجبك وجوده ومتضايق قوي كده من اللي مراتك بتعمله معاه، مفتوح لك باب للجنة في بيتك وانت بنفسك عاوز تقفله. انا انا يا هيثم، انا عارف انه يتيم وانه... لا، ده انت مش عارف اي حاجة، لانك لو كنت عارف كنت راعيته واهتميت بيه، كنت حافظت على الهدية اللي ربنا مديها لك. ده انت بكفالتك ليه دي تتفتح لك ابواب الدنيا كلها، وربنا يبعت لك الرزق من غير ما تجري وراه. ده غير ثواب الاخرة، بقى تبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وانت بنفسك تقفل الباب ده. مين يطول بس يا عم اللي انت فيه؟ ماشي يا عم هيثم، بس مراته المفروض تراعي الظروف شوية. مراته في أمانة في رقبتها وعاوزة تصونها وتحافظ عليها، سواء كان أخوها ولا ورثه، لأنها هتتسأل على الفلوس دي برضه. هي صح، ولاده مسؤولين منه هو، تصرف عليهم هي ليه وتضيع ورث خالهم على حد غيره؟ وأبوهم عايش أهو وموجود، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. يا جماعة عقلوا الكلام. وانت يا أحمد بطل تسخنه، ما ينفعش اللي بيحصل ده، فلتقل خيرا أو لتصمت. بصراحة يا جماعة كلام هيثم فوقني، خلاني أركز فعلا فيه. أيوة، أنا عندي نعمة وهدية من ربنا بعتها لي وعاوزني أخد ثواب بيها. وساعتها اتحسنت معاملتي مع علي، وبقيت بجيب له أنا من نفسي زيه زي ولادي. وفعلا ربنا كرمني وترقيت ترقية ما كانتش في الحسبان خالص، ومرتبي زاد والحمد لله. وهو وولادي عايشين اخوات مع بعض، وهو حبيبي بيخاف عليهم قوي، بيحبهم قوي قوي، وهم كمان متعلقين بيه جدا. ركز قوي في العطايا اللي ربنا بيبعتها لك واستغلها صح علشان تتجازى بيها صح وما تضيعش ثوابك. إياك والطمع في مال اليتيم، ده بقى بيجر وراه توابع ما تقدرش عليها. واوعى تجاري شيطانك علشان ما تخسرش الدنيا والآخرة. راضي اليتيم ربنا هيراضيك، خليك كريم معاه، هتلاقي ربنا بيفتح لك أبواب الرزق المقفولة. ده غير طبعا جزائك العظيم في الآخرة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك